السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى الكل يكون بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. نتمنى القصص اللي كنحط لكم يعجبوكم وتكونوا خديتوا منهم شي عبرة، لأنهم كلهم في الصراحة فيهم واحد العبرة، خاصكم غير تسمعوا لهم مزيان باش تستافدوا منهم. واللي زارنا أول مرة مينساش يدير لنا شي اشتراك ويدير لنا جيم ويتفاعل معنا بشي كومونتير إلا عجبوه القصص. نبداو على بركة الله. القصة ديالنا ديال اليوم كتقول صاحبة القصة: أنا اسمي يسرى، واحد البنت اللي عندي 19 عام. واحد البنت شنقول لكم، زوينة تبارك الله وصل عنبي، العينين كبار والحجبان مقادين وحليكات موردين ولا طاي ما نقولكمش عليها، وبيضة وغزالة عاطية العين. وانا من واحد الام واحد الاب اللي بجوجهم موظفين، يعني كنعتبرهم من الطبقة المتوسطة. كانت مفشاني ماما بواحد الطريقة شغنقول لكم، لباس أي حاجة حطيتي عليها يديك كتشريها لي، الماكياج كذلك. كنت كنقرا مزيان، وماما حتى هي كانت باغاني نوصل لشي حاجة، كانت متباني مزيان وكانت كتقول لي: بنتي اللي بغيتيها نجيبها لك تحضر، ولكني أنا بغيتك تقراي، وبغيتك تكوني شي حاجة كسان مني وحسان من باباك، يعني تفوتينا حنايا. يعني كان عندي واحد الطموح كبير وكنت كنقرا مزيان الصراحة. جات وصلت 18 عام، 18 عام شديت الباك. كنت علمية وجبت مؤدب مزيان ودفعت بزاف ديال المدارس وتقبلت في واحد المدرسة إيكول ديال الجيستيون. هي هاديك بديت فيها، بديت العام الأول. كان عقل داك الصيف كانت واحد المناسبة في العائلة ديالنا، وكنا حنا من الناس المعروضين. ولكن ما قلت لكم أنا راني كنت في الشتا واللي بغيتها كنلقاها، يعني ماما ما خلات ما دارت ليا داك النهار. مشيت كريت التكشيطة أحسن ما كاين، مشيت للكوافورة ودرت أحسن ما كاين. أصلا أنا زوينة وزدت كملت اللي بقى. مشينا لداك العرس، حضرنا. داك العرس غادي يشوفني واحد السيد. هاد السيد دابا اللي شافني كان خدام في الخارج، ما كانش هنايا في المغرب. واحد الراجل تا هو اللي زعما نقولوا ما كتهزيه، اللي كنقولوا كيبان شي واحد معقول وما تهزيه من الرجال غير هو هذاك. واخا انا كنت رافضه ديك الفكره ديال الزواج، لا انا لا ماما لا بابا هما كانوا بغاو يوصلوني بالصراحه بعيد، كانوا بغاوني نقرا ونكون شي حاجه. ولكن هو شنقول لكم بديك حلاوه اللسان ديالو وداك الشيء، كان قال لي عطيني النمره وعطيتها له، بدا كيعيط ليا. ديك حلاوة اللسان ديالو، كيفاش كيهضر، كيفاش كياكل لك دماغك وداك الشي، ما نكدبش عليكم قلبي مال ليه. واصلا انا كان عندي طموح كبير، كنت كنقول وصافي انا دابا الا ما كملتش القرايه هنا رانا غادي نمشي لفرنسا نكمل تما. وكنت شرطت عليه هاد الشرط، قال لي ما كاينش المشكل، انا مالي انا شنو نبغيك، انا بغيتك حتى انا غير تكوني شي حاجه تمشي وتقراي وتكملي وتخدمي تما، وتا أنا نبغيك أنك توصلي، علاش أنا نمنعك؟ لا ما نمنعكش. هي هاديك بقينا كنهضروا، السيد كان بغا يمشي بحالو، قال لي أنا غادي نجي نهضر مع ماماك وباباك. جيت أنا قلت ليه نخليوها حتى العام الجاي، خليني نزيد بعدا نقرا هاد العام هنايا وعاد نشوفو حتى العام الجاي. قال لي اللي بغيتي، المهم ما تعكش معايا. صافي هو مشى للخارج، مشى داك العام أنا بقيت كنكمل قرايتي، ولاني كيعيط ليا دايما والميساجات بيناتنا وداك الشيء، وانا كنعاود كلشي لماما، ما كنخبي عليها حتى حاجه. ولاني ماما ما كانش عاجبها الحال، كانت كتقول لي علاش كتهضري معاه، اصلا ما عندك ما ديري به نتيا، ما عندك ما ديري به. كانت تقول لي قراي قراي بعدا هنايا وانا غادي نصيفطك للخارج، انا وبابا كنتكلفوا غادي نصيفطوك. هادشي هو اللي نتيا باغا ديري تما، باغا زعما تقراي تما، انا غادي نصيفطك لتما. صراحة أنا كنت تعلقت بيه بزاف وكلا ليا مخي. قلت لها لا ماما، وليني الا تزوجت انا بيه ومشيت لتما ما غنتكرفاش وغيكون معايا راجل
هي كانت كتخاف عليا بزاف، صافي دخلت ليها هاد الفكرة أنني مادام أنا باغا نمشي لتما وباغا نقرا، إلا كانت مع أنه نكون مجوجة ويكون معايا راجل غادي يكون أحسن، ما غاديش نتكرفص، صافي هي عجبها الحال. المهم بقينا هكاك، جا الصيف عاوتاني ها هو جا، قال لي دابا صافي ما عندك تا عذر أنتِ زدتي عام، قلت له صافي واخا هضر معاهم ماشي مشكل، صافي وأنا ندوزو لماما في التليفون، إيوا قال لها السلام لاباس بخير كلشي مزيان، قال لها خالتي أنا راه عجبتني بنتك وناوي المعقول وبغيت نديها تمايا وتمشي معايا زعما للخارج وهذا، نتزوجها. قالت له ماما، قالت له بصراحة أنا بنتي مربيها على الغالي، وبنتي أنا كنت باغاها تقرا ولكن هي ما عرفتش كنت أنا كنت باغاها تقرا هنايا وتجلس حدايا، وتا إلا بغات الخارج ديك الساعة نصيفطوها، ولكن كنت باغيتها بعدا تكمل قرايتها، يعني أنا إلا ولدي إلا عطيتها لك غادي يكون الشرط الوحيد ديالي أنها تكمل قرايتها. هو يقول لي لا 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 خالتي واش أنا غادي نحبسها على قرايتها، واخا نتزوجو غتقرا مرحبا، نوقف معاها حتى تشد داكشي وتوصل الدبلومات اللي بغات وتوصل فين ما بغات وتخدم وداكشي، أنا نعاونها بالعكس. المهم بقى على ماما بالهضرة وقنعها، المهم هي هاديك عاوتاني وقال ليها خصنا نحددو الوقت، قالت له ماشي دابا أنا ما نقدر نحدد معاك حتى حاجة، خصني حتى نقولها للوالد ديالها ونشوف معاه، إلا بغالك أولدي أنا ما نزيدكم غير الخير والإحسان، حنايا راه هاد البنت عندنا هي عينينا وأنت عارف راه عندي غير هاد البنت وولد، يعني أنا بغيت إلا ديتيها راه خصك تعاملها مزيان وخصك تهلا فيها وتخليها تكمل قرايتها. المهم أنا مفشاها لواحد راه قالتها لي راه مفشاها أنا بزاف، قال لي راني عارفة خالتي راه باين كلشي، هي هاديك ما علينا، صافي سالاو داك لابيل وماما كانت كتقول له هاديك راه مفشا وهذا غير زعما باش هو يدير بناقص، تا والو هو تا هو بقى شاد. صافي هي هاديك ماما مشات قالتها لبابا، قالت له راه واحد السيد ها شنو راه كاين في الخارج خدام برا وراه قال لك بغا بنتنا للزواج، وشنو رأيك؟ قال ليها بابا ولاني انا بنتي يسرا كنشوفهاش انا في الزواج دابا، مازال صغيره، واش شي واحد اللي عنده 20 عام غادي يمشي يتزوج من دابا؟ هادشي كان شحال هادي كانت زمان، واش هي بنات زمان؟ هي بنات هاد الوقت، خصها تمشي تقرا وتهول على راسها وتخدم شويه وتسارى وتشوف الدنيا، ايوا عاد تشوف الزواج راه ما غاديش يهرب، زائد انها هي كتقرا مزيان علاش غتضيع راسها، وهي تقول ليه ماما راه هو قال لك راه غادي يخليها تكمل قرايتها تمايا، قال لها ايوا صافي غير قالها لك صافي وانت تقتيه، علاش ما غاديش نتيقوا علاش ما غاديش يخليها تكمل قرايتها، الخارج راه كيبغي الفلوس هو غادي يبغيها تعاونو، ايوا باش تعاونو خاصها تقرا خاصها تكمل داكشي ديالها باش تعاونو، فكيشوف فيها بابا قال لها شوفي انا ما موافقش على هاد الزواج، انا بنتي ما كنشوفهاش في الزواج من دابا وهي مزوجه، خليها واحد شويه تزيد تكبر واحد شويه بعدا على الاقل توصل 25 عام توصل 26 عام مالها زربانه على الزواج، والزواج ماشي حتى في المغرب تمشي للخارج تبعد علينا، واش انت سخيتي ببنتك؟ ايوا لا انت سخيتي بها انا راني ما سخيتش بها، ايوا بقات ماما كضحك قالت له راه ماشي انا اللي سخيت بها، ايوا راه الزمان والايام هادي وراه بنتك كبرات وهي اللي بغات تتزوج، شنو نقول ليها انا راه عرفتي الفكره ديالي بحالك، أنا بغيتها بلاتي عليها ما نزربش الزواج ديال هاد الوقت ما خاصش الواحد يزرب فيه، ونسولو بقى يشوف فيها بابا قال شكون بغيتي تسولي غتمشي تخارج تسولي عليه، قالت له هو مهم راه عطا الله اللي كيمشي للخارج علاش ما نسولوش عليه، يلا بابا سير راكي غير كتخربقي، قالت له لا 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 علاش كنخربق، وحنا النيت قالت له علاش مالنا ما نديروش ندفعو فيزا وحنا نمشيو نسولو عليه، ويقول لها بابا واش كاين شي واحد اللي كيجي يتزوج من الخارج الناس كيبقاو يسولو عليه، راه في الخارج اللي بغا يتزوج راه غيتكل على الله وصافي، غيديرها في يد الله،
وقال لها زايدون راه باين الزواج الخارج راه كلّه تيكون مزيان، راه كيمشيو وراه كيجيو بخير وعلى خير، حتى إلا ما صدقش الراجل المهم بعدا كي راهم كيديروا وراقيهم وكيكملوا حياتهم تبعيا. قالت له: "إوا دابا شنو دابا هو راه كيتسنانا باش نحددوا له شي موعد." هو قال لها: "أنا كيبان ليا نتوما موافقين وعاجبكم الحال، إلا كون غير حددتوا نيت معاه الموعد، أنتِ وبنتك راكم فرحانين وعاجبكم الحال بغيتيها تمشي للخارج." وقالت له: "لا، لا، لا، لا ماشي أنا، أنا راه قلت لها أنا بدا بالنسبة ليا أنا ما نتزوجش دابا ولأن هي بغاتو ما عندنا ما نديرو صافي، حددوا له موعد ويجي هو والوالدين ديالو هذا ونشوفوهم، ديروا تعارف معاهم ونشوفوهم." قال لها: "ديروا اللي بغيتو، أنا راني قلت لكم رأيي وأنا قلت لكم ما بغيتش وماشي ديال الزواج دابا بنتي ودبر راسكم، بغيتو تحددوا موعد حددوه وقولوا ليا فوقاش." هي هاذيك أنا مشيت فرحانة وأنا نعيط ليه وأنا نقول له: "ها هو راه بابا مهم هو راه ما باغيش 100% ولكني المهم بقات كتقنع فيه ماما وداك الشي، راه مهم دابا راه غادي حددوا لك الموعد ديال باش نديروا التعارف، راه قال لك السيمانة الجاية." قال لي: "وغنبقاو نتسناو السيمانة كلها حتى السيمانة الجاية، أنا راني مزروبة راه خصني باش دغيا باش إلا تخطبنا نديرو العرس ونجيبك لعندي باش باش نصاوب لك الوراق." قلت له: "أنا ويلي لا شنو زربنا بلاتي علينا بشوية." قال لي: "لا، لا أنا زربانة ويلي واش أنا قلت ليه راه كتسنيتك عام ياك قلتي لي داك قلت لك داك العام نتزوجو قلتي لي لا غير سير تنكمل هاد العام وخليتك، إيوا أنا راني كنبغيك وكنموت عليك وراكم عارفين ديك الهضرة." المهم قلت له: "صافي واخا تنشوف مع هذا بالضبط النهار وأنا غادي نقول لك." هي هاديك مشيت هضرت مع ماما وهذا قالت لي حتى السيمانة الجاية، قلت ليها: "راه زربانين." قالت لي: "واش غادي يزرب، اللي زربوا ماتوا." خلّينا تنوجدو على خاطرنا، ونشوفو بعدا الأمور كي دايرة، وخلّي بابا كيزيد يرطب واحد شوية، ميمكنش يجيو دابا يمشي يقول ليهم شي هضرة. قلت لها: "إيوا صافي واخا." قالت لي: "خلّيني نعاود باش نعاود نهضر معاه مرة أخرى." قلت لها: "صافي ماشي مشكل." المهم أنا راه قلت له السيمانة الجاية غير ما حددتلوش الوقت فوقاش. قالت لي: "صافي إن شاء الله، قولي له الخميس الجاي." إيوا صافي هي هاذيك، أنا عاودت عيطت ليه وقلت له: "صافي هو راه الخميس الجاي ها فلان فلاني غادي تجي أنت وعائلتك وداك الشي باش تعرفوا علينا، ولكن دير في بالك راه بابا ما موافقش 100%، المهم راه غير إلا وافق راه غير باش يدير لينا خاطرنا وصافي." أنا حتى ماما حتى هي راه قلت لك راه ما بغاو لي شي مستقبل واحد آخر، بغاوني نقرا ونخدم هنا وإلا كان شي حاجة يصيفطوني هما ولا. قال لي: "شوفي كلهم غيكونوا إن شاء الله على خاطرهم، أنا غادي نجي ودابا تشوفي كلشي غيدوز بخير وعلى خير ومنين غيشوفوني ويهضروا معايا وداك الشي غادي تقلب ليهم الرأي." قلت له: "إيوا صافي ما علينا." وحنا ما خلينا ما وجدنا ما خلينا ما قدينا، وحتى أنا قديت راسي وصوت واحد القفطان كي داير ووجدت ومشيت للكوافورة وصايبت وماما دارت لهم كلشي داك الشي بالطريطور. زعما الصراحة دارت لهم واحد التعارف غزال، بقاو غير من نهار جا وبقاو غير حالين فمهم، عجبهم داك الشي بزاف وعجبتهم حتى أنا. إيوا المهم العريس سميتو سعيد، ملي بقى سعيد كيهضر مع بابا المهم قنعوا شافوا ولد مرزّن حتى هو كان مثقّف وداك الشي وبابا عزيز عليه، الناس اللي تيكونوا مثقفين راسهم تيقراو دايمًا في الجورنال ويقراو في الكتب وداك الشي، عجبو الحال معاه. أي موضوع جبدو معاه كيديسكوتي معاه هو هداك، قال لي: "تبارك الله الولد مثقّف ومرزّن." وديك التقالة حتى هي عجباتو وقال لي: "هاد الولد راه خاطر." قلت له: "واش شتي أبابا أنا راه ماشي قلت لك غير غادي نتزوج غير هكاك." إيوا صافي منين وصلوا لداك الشي ديال الصداق وهذا قال لهم: "اللي بغيتو نعطيه ليكم." قال لهم: "أنا غادي نعطيه 10 د المليون." تصور عطاني 10 د المليون في الصداق وجاب ليا الدهب ودار ليا العرس في أحسن قاعة. وكلشي كان على حسابه، قال لي: "أنتِ ما ديري والو أنا ندير لِك العرس بكلشي." إيوا ما فرحوا حتى التكاليف وكلشي كان عليه.
وهي هاذيك صافي درنا داك التعارف سالينا، عاودو جا واحد النهار ودرنا خطبة ودرنا في نفس النهار، عاد باش درنا العرس نهار بوحدو. المهم داز داك الشي بصراحة زوين، كانوا ناس هما والديه وداك الشي كانوا ناس مزيانين، وصافي زربنا بحيت قالك خاصو مين يمشي يدي معاه الوراق باش يصايب ليا تمايا، يدي معاه لاكت باش يصاوب ليا الوراق. صافي قلنا ما علينا، درنا العرس ودوز معايا شهر ونص شهر العرسة، مشينا تسالينا هنا في المغرب، وقال لي صافي غتبقاي مع الوالدة نيتا ما نصايب لك الوراق. قال لي القراية بمهما تقراي هاد العام صافي انتي قريتي عامين شدي اتيستاسيون تيجيوك الوراق وديك الساعة باش تجي تكمّلي تما. ويلي أنا فرحت وما قدّتني فرحة، وما مشيت كاع داك العام ما مشيت. أيوا المهم داز شهر 9 وداز شهر 10، صافي هي ديك دازت شهرين في l'école قالوا لي ملي ما جيتيش وما حطيتيش الcertificat صافي داروا لي بحال جراو عليا. قلت لهم أنا بغيت attestation ديال هاد العامين اللي قريت، قالوا لي ما نعطيوك لا attestation. علاش نعطيوك attestation أنتِ ما كمّلتيش القراية. وزيدون دابا نتيا بوحدك جيتي وحبستي، ما عندناش هاديك القضية ديال اتيستاسيون، إما كتجلسي تكملي الدبلوم يا إما هذا، يا إما كتخرجي. وصافي أنا ما عجبنيش الحال، ديك التمارة اللي ضربتها كلها سقات ليا في الزيرو. المهم قلت صافي دبر راسو، أنا أصلا غادي نمشي لفرنسا وغادي نمشي نقرا تمايا، ولكني بابا وماما ما عجبهمش الحال بزاف بزاف، قالوا لي ضيعتي مستقبلك وانتي علاش ما تمشيش سيري بعدا كي غير كملي حتى يجيوك الوراق. قلت لهم انا صافي، قلت لهم انا كان كيحسبني واش غيعطيوني اتيستاسيون غادي نكمل عليها، مني ما بغاوش صافي غير ملي غنمشي تما ونعاود كلشي من جديد. ايوا المهم واخا ما بغاوش وما عجبهمش الحال ولكن دوزوها. زدنا جلسنا واحد شهرين وحده اخرى، قول دابا 4 شهور من بعد الزواج، 4 شهور من بعد الزواج سعيد مابقاش كيجاوب في التليفون نهائيًا، ما كيعيطش لمو، ملي كان كيعيط لها بالتخبيعة الله أعلم هي كتقول لك ما كيعيطش ليها، وما كيجاوبنيش أنا نهائيًا. بقيت جالسة واحد شهرين هكاك في دارهم، غير جالسة هكايا أنا مع ماما في الدار كنشقى معاها وصافي وجالسة معاها ولكني ما عرفناش أشنو واقع. داك التليفون هكاك مقطوع، جات قالت لي ماما علاش نتي دابا جالسة تمايا، وشهرين هادي دابا ما عمرو ما كيعيط، ملي كتعيطي نتي ما كيجاوبش. صافي أجي بحالك لداركم، ديك الساعة إلا بغاك ها هو غادي يعرفك فين كاينة ويجي يقلب عليك. صافي جيت أنا شحال جيت لدارنا وشحال بكيت وشحال دخلت في اكتئاب، وبقيت كنقول شوف أنا دابا ما أنا من هنا، ما أنا من لهيه، ما أنا كمّلت قرايتي ودرت بحال الناس، ما أنا مشيت ليها، أنا بقيت كنشوف لبعيد وصدقت ما درت والو لا هنا ولا لهيه، ويبقاو كيأنبوا فيا لا ماما ولا بابا شتي الزربة اش كدير، شتي هاد الخارجي اش كيدير، إيوا فين هو هاد السيد اللي قلتي معقول ودرويش ومزيان وما عرفت وخاتر وهذا. قالت لي واش كتقول هادشي كيقولوه عليا وانا كنقول لبابا وانا شنو غادي ندير، راك انت بابا ملي شتي قلتي لي راه زوين وثقيل ومرزن، وانا باش غنعرفو غيخرج فيه هادشي. قال لي والمهم الغايب حجتو معاه، زيدو نصبرو شوية ونشوفو، واخا انا باين لي هذا اللي قطع التليفون هادي شهرين ما كيعيط ما والو، وملي كتعيطي انتي ما تيجاوبش راه شي حاجة اللي كاينة. قلت له ايوا بابا شنو نديرو، واش نمشيو شنو نديرو نمشيو للخارج نقلبو عليه، خليه حتى يدير هو لراسو. صافي هي هاديك عاود دازت شهرين وأنا في دارنا، مشيت واحد النهار لعند عكوزتي، أيوا قلت غادي نمشي نسول نشوف شنو كاين، مشيت عندها قلت ليها أمضرا خالتي واش عيط لك سعيد واش هذا، قلت لها بحيت انتي ما كتسولي ما والو ما قلتي ليا والو. قالت لي ومنين بنيتي ما بقاش كيعيط، ما نعرف اش كاين تمايا. قلت لها ايوا ما كاين حتى شي صاحبو ولا شي واحد اللي يمشي يشوف زعما كاين يسول لينا عليه تمايا، كاين شي واحد اللي كيصيفط معاه شي حاجه ولا انت كتصيفطي معاه شي حاجه لعندو. قالت لي بلا ما.
المهم مشيت عاوتاني لدارنا بالدموع تاني داك النهار شحال بكيت شحال بكيت شحال بكيت، ما بقات عندي كاع حتى حاجة، وكتقول لي ماما غير سيري بعدا تقيدي غير فشي حاجة ما تضيعيش هاد العام سيري بعدا قري شي حاجة ولا تعلمي شي حاجة غير بعدا تخرجي وتنساي شوية هاد الشي، ولكن أنا راسي صافي راسي كنعرف سعيد كنقول واقيلا طراتلو شي حاجة، ما فهمتش كنقول واه ميمكنش غيقطع التليفون كاع بهاد الطريقة وعلاش؟ إيوا المهم ماما منين شافتني هكداك مشات دفعات واحد الفيزا، قالت لبابا تمشي بعدا ما بعدا تشاورت مع بابا قالتلو تمشي قال ليها أنا ما نمشيش، هذاك الراي ديالكم نتوما تحملوا مسؤوليته، كنتو كتسمعوا الهضرة ديالي ما يجيش عندي أنا هاد السيد كاع للدار، خليها تقرا قرايتها بلاتي عليها أصلا اش بغات هاد الزواج تا دير بعدا 25 عام 26 عام، أنا كاين دابا اللي كيتزوج في هاد الوقت اللي كيتزوج كاع كيندم، دبروا راسكم مشات هي دفعات فيزا، مشات عند مو خدات العنوان ديالو، هي هاذيك منين خرجت ليها الفيزا مشات لفرنسا مشات حتى وقفات عليه، هي هاذيك منين وقفات عليه غتلقى السيد راه مجوّج تما واحد النصرانية، والد معاها جوج ديال الولاد، وحيّحات عليه، إيوا ما خلات ما قالت ليه داك النهار، حيّحات عليه مزيان، قالت له يا الكذاب يا الفاعل يا التارك يا اللي ما خليتي بنتي مسكينة خليتيها بلا قراية بعدا على الأقل خليها تمشي غير تكمل قرايتها وخرجتي عليها، ما هي من الناس القاريين ما هي من الناس اللي جاو لفرنسا، وهاد فرنسا ديالك اش فيها سير جبع بيها اللي جالسة كدوخ ليها مخها وجالسة كتاكل ليها مخها، إلا أنا ما كليتليهاش مخها وأنا راني كنت باغيت نجيبها ولكني ما لقيتش كيفاش ندير وهادي شدات ما بغاتش تطلق معايا وشدات فيا المهم عندي مشاكل كتيرة وما لقيتش كي ندير ليها، قالتلو إوا هي كان عليك حتى تفك مشاكلك عاد تجي عندها، علاش جيتي عندها وخسرتي ليها هي خسرتي ليها البروغرام ديال حياتها، قالها لا وأنا راني ما نسيتهاش وأنا مازال بغيت نديها غير كنشوف كيفاش ندير نفك هاد المشاكل، هي تقول ليه ماما شوف أوليدي تلاقينا خوت نتفارقوا خوت، أنا بنتي ما ساخياش عليا اللي غادي نصيفطها لك عاد مازال لهنايا تبقى دابز ليا هي وهادي هنايا وولادك، هادشي كلو عندك غير تخربيق في التخربيق، شوف بنتي توصلها براتها وكل واحد الله يعاونو، ما تعطينا مستحقات ما نعطيوك حتى حاجة، صافي الله يعاون ديرو طلاق اتفاقي، المهم أنها ما تبقاش مجوجة معاك وتمشي دير شي حاجة في حياتها، تفاهمات معاه على هادشي وجات للمغرب. ما قالت لينا والو في التليفون سكتات حتى جات، جلسات وقالت لي يا بنيتي واش غنقول لك قلت ليها ايوا كي لقيتي سعيد وهذاك كنتي دايما كتقولي لي تجي تعاودي لي تجي وتعاودي لي، قلت لها راني لقيتو لقيتو السيد راه مجوج وعنده جوج ولاد وقال لك عنده مشاكل كثيره مع هذيك النصرانيه وخاصو تيتفارق معاها وعاد يجي لديك، يعني انت غتبقاي لي مرهونه هنايا حتى يفك هو مشاكلو، قلت ليها واش درتي معاها ماما؟ قالت لي اش بغيتيني ندير معاه؟ أنا ما غاديش نخليك مرهونة هنا جالسة كتسناي حياتك شوف عام عامين 3 سنين 4 سنين الله أعلم فوقاش يفكهم ولا ما يفكهمش، لا شوفي أبنتي سيري أنا راه درت معاه نديرو طلاق اتفاقي وبدينا الإجراءات ديالو في القنصلية، غطالقو وكل واحد الله يعاونو سيري تشوفي شنو ديري في حياتك ميمكنش بقيتي جالسة كتسناي نتي مازال صغيرة جالسة تبقاي مرهونة هنايا تابعة ليا واحد اللي ما عندو عقل. مادام مجوج عنده مشاكل مع مرتو حتى يفكهم عاد يجي لعندك، ملي دار بحال هاكا عرفي بنتي ما فيه معقول، صافي هي هاذيك، مشاو دارنا داك طلاق اتفاقي وأنا ما بقاتش عندي كاع أنا ودخلت في واحد الاكتئاب ما بقيتش كنخرج وما رضيتش أنا كنت كنحس براسي ما نعرف شكون هي، أنا الزين اللي كيقولها هو، أولا القراية ديك الساعة كنت كنقرا مزيان كلشي كان كيتنبأ لي بشي مستقبل كي داير، ومشيت أنا طيحت راسي مع هاد المسخوط ديال سعيد اللي دار ليا هاد الفضيحة، هادشي دابا باش كنقول للبنات هاد القصة أنا كنعاودها ليكم، هادشي اللي كتقول لكم صاحبة القصة، ما تزربوش في الزواج، الواحد ماشي غير يشوف الخارج ويمشي كيجري،
يتسنى ويشوف فين كيحط رجليه، وزائد هاد الوقت الواحد ما يزربش كاع على الزواج، تا يقرا شوية ويخدم شوية ويعرف راسو من رجليه، وهي كلشي بالمكاتب وكل واحد شنو مكتب عليه، ولكن الواحد ما يديرش الزربة، لأن الواحد فاش كيكون صغير وكتجيه هاد الصدمة كتجيه صدمة قوية 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 كبيرة بزاف، مازال شي واحد اللي تيكون شوية شايف شوية الدنيا وداي وجايب وشايف الناس وقعولهم شحال د المشاكل، نقولوا كيتجاوز، ولكن شي واحد اللي صغير. أنا وقت دخلت في اكتئاب باش نقول لكم كتقول لي يسرا أني دخلت في اكتئاب لمدة عام، أنني ما كنخرج ما كندخل، وماما لدرجة أنها رجعت كتديني طبيب نفساني، عاد باش رجعت شوية كنتأقلم مع الناس، كنخرج شي شوية مع الناس ومشيت ودارت لي واحد école privée ودخلت كنقرا عاوتاني فيها. مشينا هكداياك واحد النهار هو يدق الباب، مشيت حليت أنا الباب، سلام سلام، كان جا واحد السيد قال لي: "واش كاينة خالتي تورية على ماما؟" قلت له: "أييه كاينة." وقال لي: "عيطي ليها." قلت له: "شكون نقول لها؟" قال لي: "غير عيطي ليها." عيطت ليها وسلمت عليه، سلمت عليه وشحال عنقات وعنق فيها، قلت له: "ولا ما عقلتيش عليه؟" قلت لها: "لا." أنا ولد خالتك فاطمة اللي كانوا حدانا في الدار اللي كنا فيها الأولى، كنتو مازال صغارين شحال كنتو كتلعبوا بجوج. إيوا قالت له: "زيد أوليدي دخل." إيوا دخل وشحال قال لي: "راني هاد النهار جبدناك أنا وماما وبغيت نجي ندير صلة الرحم معاك." وقالت له: "فين يا ماماك مالا ما جات معاك؟" قال لها: "ماما راه مريضة حتى هي ما قداتش." قالت له: "إوا شي نهار نجي نطلع عليها." قال شي خالتي مرحبا بك. قالت له: "والله وليدي راني غير ما كنساليش مع الخدمة ومع راك عارف مع شطون وكان عندي شي مشاكل مع يسرا." قال لها: "علاش أخالتي ياك لاباس؟" قالت له: "يلاه ماشي كانت بنتي كتقرا في إيكول ديال جيستيون دايرة راه مشات العام الأول والعام الثاني وكيمشي لها ديك ليكول ناس غير بالسيليكسيون هذا ما كانت كتقرا مزيان وضيعات كلشي مشات قالك باغا تجوج ليا مشات باغا تجوج ليا في الخارج." قال لها: "وعلى مالو ما زقش مزيان؟" قالت له: "يا وليدي اش غنقول ليك، دار ليها العرس وما خلى ما دار ليها هنا وتقول لها ما تهز من الرجالة غير هو، وليني مشى خلاها مع عمو قال لها راني كنصوب لك الوراق تتمشي لتمايا وتكملي قرايتك، وخرجت هي على قرايتها هنا ما بقاتش كتمشي تجراو عليها." وجلس لك واحد 4 شهور هكدايا مابقاش كيعيط في التليفون، وهي ملي كتعيط له ما كيجاوبهاش، وبقينا يا وليدي صابرين واحد 3 شهور أخرايا كتمشي عند ملي كتمشي عند مو تسولها تقول لها ما عارفاش، صافي هي هاديك تشاورت مع عمك وقال لي قلت له واش تمشي هذا قال لي لا أنا ماشي أنا اللي درت هاد الشي نتوما اللي درتو هاد الشي حيت هو ما كانش موافق في الأول، صافي جيت أنا نضت خديت الفيزا ومشيت وقلّبت قلّبت عليه مشيت خديت لادغيس من عند مو ومشيت، مشيت قلّبت على ديك لادغيس فين كاينة تا وقفت عليه لقيت عنده 2 ديال الدراري، صافي قلت له: "واش هاد الشي كدير؟" قال لك: "أنا راني كنت ناوي أنني نفُك هاد الشي ونجيبها معايا ساعة هاد الآخر." قالت لك لصقات فيه ديك النصرانية وما خلاتوش وصافي ما لقاش كيدير، دابا كيشوف كيفاش يدير يفُك معاها عاد باش يجي يديها، قلت له: "أنا ما تديها ما تديك صافي نتايا تقلع على الكذوب من الأول داخل بالكذوب وماشي شي واحد اللي honnête كون كنتي من الأول معقول غتقولها شنو كاين وأشنو كاين وراه خاصها تسنى." منين وزايدة قطعتي التليفون وخرجتي لها على مستقبلها، قلت له: "شوف أولدي قلت له كي تلاقينا خود تلاقاو خود صافي طلقتها منو." دابا راه كتقرا درت ليها إيكول ديال السياحة قالت لك بغات توريزم صافي درت ليها إيكول ديال التوريزم راها تتقرا في بريفي، قال لي صافي عوضها خير فيها خير، قلت له: "إيه أوليدي كلشي فيه الخير، غير حنا زربنا واقيلا بداك الزواج." صافي هي هاذيك مشى قلت له واقيلا واحد السيمانة بحال هكدايا واحد النهار عاوتاني جاي واحد النهار كيدق الباب، جيت أنا حليت الباب تاني وأنا لقاه هو، لقيتو هو وماماه، أنا تفاجأت، أيوا عاوتاني قال لك: "فين يا خالتي سوريا؟" قلت له: "راه كاينة." المهم سلمت عليهم ودخلتهم للصالون قلت لها: "ماما جا هما راه جا كمال وماماه." قالت لي: "مرحبا بيهم." أيوا مشات شحال تعنقات هي وصاحبتها كانت شحال ما شافتهاش،
تعانقات هي وياها وشحال وكسو كيتعاودو وداك الشي، كانوا مصاحبين بزاف غير الوقت وكل واحد كيمشي معاه، هي كانت مريضة وماما مع الخدمة وداك الشي ما كتساليش وزادت بدوك المشاكل ديالي أنا، المهم وصافي شحال ما تشوفوش. إيوا قالت لها: "واش عرفتيني علاش جيت؟" قالت لها: "أي جي مرحبا بك، علاش أنا عاد غادي نشوف أنا علاش غادي تجي، أنتِ تجي فوق أي وقت مرحبا بك وتجلسي معايا، على واش يتنساو دوك الأيام ديالنا حنا ديال الجورة ديالنا ما كاينش بحالها." أيوا قالت لها: "ياه وراه على داك الشي، على هاديك الأيام ديال الجورة وعلى داك الخير اللي دوزنا بجوج، أنا دابا جيت نخطب يسرا لولدي كمال." قالت ليها ماما: "واش دابا قالت ليها كمال عاود لك على شنو طرا ليسرا؟" قالت لها: "عاود لي، شنو غيعاود لي تخطب هداك السيد اللي في فرنسا اللي ما صدقش؟" لا ماشي خطبها، تزوجها، راه تزوجات وطلقات. قالت ليا وهي تقول لماما: "شوفي وهاتوا ليا واش حنا بيناتنا هاد الشي." قالت لها: "شتي يسرا راه بنتي وهاد الشي راه كيوقع." الولد بغاها، هو داك النهار راه هو جا باش يشوفها وراه ما قدرش يقول لكم شي حاجة. إيوا دابا راه حنا جينا باش جينا غير نهضروا معاكم ونحددوا الوقت وديك الساعة يكون خير. قالت ليها ماما: "أنا يسرا راه بنتك وكمال والدي وأنا ما نحيدش ليه اليسرى لأنهم هما بجوجهم ولادي، ما نفكر ما والو حتى باها راه ما عنده ما يقول. حنايا كمال كنعرفوه ولد ظريف وولد زوين وولد معقول." أيوا قالت لها: "هاد الشي اللي بغينا، حنا بغيناهم غير يتلاقاو في الخير." قالت لها: "واش قال لك كمال بعدا شنو كيدير؟" أيوا قالت ليها ماما: "وما قالش ليا الصراحة، ولكني داك الشي اللي بغا يديرو كمال ولدي." قالت لها: "أيوا راه ولدي راه كاين في إسبانيا." قالت لها: "أيوا مزيان." صافي واتفقوا على نهار ديال الخطبة تاني ودرنا عاوتاني خطبة ودرنا عرس، ولكن ما كانش عرس كبير هاد المرة، صافي شوية وجا داني. إيوا دابا راني مشيت، راني دابا في إسبانيا وراني ولدت 3 د الوليدات وكنعيش أحسن معيشة، وكلشي اللي داز كنقول الحمد لله عليه، يعني تا حاجة كلشي كيكون فيه الخير وخاص الواحد غير يصبر وصافي. المهم ها هي دازت أيام الحمد لله اللي عوّضني ربي بهاد كمال، الحمد لله، الحمد لله ونشكرو.